على أرضية ملعب استاد جذع النخلة أو ملعب البصرة الدولي، وبعثت بالكثير من الرسائل إلى العالم، كل العالم، بأن أبناء العراق قادرين على تحقيق المعجزات وصناعة المستحيل. شاهدنا حفلا رائعا جدا يوضح من خلاله بأن دورات الخليج تحمل الكثير من الأهمية لأبناء هذه المنطقة، وقدمت نموذجا رائعا العراق في حفل افتتاح مميز وحاضر بكل المتعة والإبداع والإثارة. وشاهدنا أيضا مباراة افتتاحية لم ترتد ولو بشيء بسيط في مبارياته في بطولة كأس الخليج. اليوم يبحث عن انتصاره الأول تاريخيا في بطولات كأس الخليج وفي مشاركته العاشرة، بينما في الجانب المقابل المنتخب السعودي يبحث عن انتصار. نذكر ايضا بان التشكيله الحاضره بالنسبه للمنتخب السعودي فيها لاعبين فقط كانا ضمن تشكيله المنتخب في نهائيات كاس العالم كره لمحاوله التدخل، لكن ايضا بعد ذلك بان هذه الاسماء بالامكان ان تحقق نتائج ايجابيه في هذه البطوله. كره فيها مرور بشكل مثالي جدا، لا زالت مستمره وقائمه، طالت وصلت الى ركله مرمى عند سالم الهارس. هذه محاولة ترك العمار والتوغل من الجهة. تخيل لم يحقق اليماني أي انتصار يبحث عنه في مباراة اليوم. جول مواجهة المرمى، شوف العرضية، شوف المحاولة، يا الله يا الله، أي فرصة تلك التي أضاعها أحمد ماهر، أي فرصة تلك التي أضاعها أحمد ماهر، فرصة التسجيل في 9 مشاركات سابقة اليمن لعبت ضد السعودية 6 مرات، خسرت المرات ال6 ولم تسجل ولا هدف. هذه أرقام، هي أرقام وإحصائيات. ينتصر ويحقق الانتصارات ويسجل الأهداف، لكن هي ليست الأولى. في ديسمبر من عام 1975 في بطولة كأس فلسطين التي شهدت انتصار اليمن بهدف مقابل لا شيء، كرة بمحاولة تأتي لكن في إحضان حارس المرمى سالم الهارش. الحارس الهيمة هو اللي يلعب الكرة، اصطدمت، تحولت. هذه محاولة المنتخب السعودي عن طريق تركي العمار والتسديدة في إحضان حارس المرمى سالم الهارش اللي يسيطر على كرة بالشكل المطلوب. هذا تركي العمار لاعب نادي الشباب، سدد بالقدم اليسرى، والكرة بعد ذلك وصلت عند حارس المرمى ميروسلاف سوكورب الذي حقق أبرز نتائج اليمن في بطولة كأس الخليج هنالك عام 2014 في الرياض. عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع ووصلت في الجهة اليمنى. عبد الواسع المطري المصابة لاعب الهلال عبد الإله المالكي. كرة بمحاولة سعودية ملعوبة في الجهة اليمنى، البحث عن عرضية مد الله لعليان، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء. لكن في تصفيات كأس العالم التقوا مرتين في تصفيات كأس العالم الأخيرة في المرحلة الأولى من التصفيات. كرة بمحاولة الآن على مشارف في المنطقة، تسديده ليأتي من يأتي. الأخضر دائما بكبرياء، الأخضر دائما بأسماء، الأخضر دائما بتاريخه. سميحان النابت يسجل ويضع الكرة بأول أهداف البطولة. استلم، سدد بالقدم اليسرى، لا 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 لا، جميل جدا هدف سميحان بالذكاء والفطنة والدهاء، تعامل مع الكرة الغافية وسدد بالقدم اليسرى في الزاوية الصعبة على حارس المرمى سالم الهارش ليعطي الأخضر أول أهداف اللقاء. هذه الكرة، هذه المحاولة، هذه التسديدة اصطدمت أو يا دوب مرت، شطفت على القائم الأيمن وسكبت. يلعب الكرة الآن، تعود المحاولة من جديد، تصحيح شوي بس على مستوى نطق أيضا رائد الغامدي. أنا قلت العامري. كما المواجهة سلمان فلاحي الذي يدير هذا اللقاء، طاقم تحكيم قطري في مباراة اليوم، يعيدها لكن ايضا سهله. وصل بعد الكره والمحاولات الماضيه، سلامات لاعب سعودي في ارضيه الميدان، لا زالت الكره مستمره وقائمه. وصلت المحاوله وتسديده خطيره من الجهه الثانيه، من جديد سميحان، لكن هذه المره يحصل على ركله جزاء.
يحصل على ركلة جزاء. عبد الواسع المطري يتحدث مع سلمان فلاحي. هذه الكرة، هذه المحاولة، وهنا التدخل، هنا التدخل من الجديمة، من عماد الجديمة في هذه الكرة وهذه المحاولة. حاول في المرة الأولى مصعب الجوير، وبعد ذلك سميحان النابت يأتي التدخل بانتظار تأكيد تقنية الفيديو، بانتظار تأكيد تقنية الفيديو على قرار حكم المباراة. هذه خلاص ركلة جزاء، قرار سليم. برافو سلمان فلاحي حكم المواجهة، اتخذ القرار المناسب واحتسب ركلة جزاء لمصلحة المنتخب السعودي على تنفيذها لاعب الهلال مصعب الجوير. مصعب الجوير هو اللي راح يلعب الكرة من علامة الجزاء من أجل ثاني الأهداف. سعد في الانتظار، وردان سعد شوي، الأجواء باردة في مدينة البصرة من خلال هذه الأيام التي تقام فيها بطولة كأس الخليج، لكن هنا فرصة من أجل الثاني. سالم الهارش في مواجهة مصعب الجوير، مصعب في مواجهة سالم من أجل الثاني الأهداف. سالم في مواجهة الهارش، الأخضر يبحث عن الهدف الثاني، وسلمان ينتظر تأكيد تقنية الفيديو. سلمان ينتظر، تأكدت الأمور، هي ركلة جزاء، هي ركلة جزاء سليمة، يتقدم لها مصعب يسجل. الثاني للأخضر، الثاني بأقدام مصعب الجوير، يسجل ويضع كرة في شباك الهارش ويعلن عن ثاني الأهداف. هنا الآن من علامة الجزاء يأتي هدف آخر للأخضر، وبكرة في منتصف المرمى تقريبا. لم ينجح سالم الهارش في التصدي هذه الكرة، وهنا من علامة الجزاء، لا والله في الجهات اليمنى، في الجهات اليمنى يسجل مصعب الجوير ويحتفل بطريقته الخاصة هنا في هذا اللقاء. هدف ثاني يأتي للأخضر، هدف ثاني يأتي لمصلحة المنتخب، لكن أيضا هنا في هذا اللقاء قد تكون الأمور حاضرة بشيء أفضل. لمسة لمصلحة اليمن، تسديد، نعم كرة تعود الآن لكن أبعدت عن طريق عبد الواسع المطري، عادت مرة أخرى. ناصر محمدو، المحاولة لمصلحة المنتخب السعودي، عرضية داخل منطقة الجزاء، رايد الغامدي، ثار سالم الهارش، واللقطة بعد ذلك يعلن من خلالها حكم المواجهة. تلعب الكرة، المحاولة داخل منطقة الجزاء، ذلك عن طريق مصعب، أمامية ملعوبة الآن تصل إلى رايد الغامدي، لكن أيضا تمس 5 دقائق. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكاس في كل مكان، والامور بهدفين مقابل لا شيء. مرة اخرى سميحان يحاول، لكن ايضا اصطدمت عادته من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة، لكن حارس المرمى للمنتخب السعودي تعود مرة اخرى. محاولة من الجهة، يا سلام من باما سعود، لا زالت مستمرة. يستحق عليه نجومية هذا اللقاء، هذه الكرة وهذه التسديدة من اللاعب رياض شراحيلي، ولكن هنالك الهارش سالم في المكان المناسب. فرصة من جديد لمصلحة الأخضر، تحولت في الجانب المقابل مرتدة، فرصة للتسجيل ملعوبة. لا 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 لا، الله يا نواف، الله ياتي نواف. هذه الكرة وهذه المحاولة، لا هذه اللي قبلها خطيرة جدا للمنتخب اليمني، لكن نواف هذه الأولى وهنا الثانية. التصدي يأتي في المرتين عن طريق نواف، وفي المرتين من نفس اللاعب، في المرتين من عمر الداحي. وبالله شيء، أولا من خارج منطقة الجزاء عن طريق اللاعب سميحان القادمة لمصلحة الأخضر الآن عن طريق من باما سعود يتركها. مصعب الجوير هو اللي راح يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، عرضية ملعوبة، حلوة الكرة، وبأقدام شراحيلي مرت الكرة في جوار القائم الأيسر إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى. هذه اللقطة ولمسة بالقدم اليوم ملعوبة على يمين حارسي المرمى الهارش، لكن يتصدى لها سالم. قابل مرتدة لمصلحة المنتخب اليمني، أمامية روح أحمد ماهر. غريبة
هذه المرة من أحمد ماهر، هذه المرة يلام. إذا كان في المرة الأولى لا يلام بسبب تألق نواف العقيدي، لكن هذه المرة يلام لليمن من خلال هذا اللقاء. حتى وان خسرت اليمن نتيجة المواجهة، قريبون رأسية ملعوبة، رأسية تأتي، لكن المرمى في بطولات كأس الخليج. شاهدنا أسماء للمنتخب السعودي مميزة في بطولات كأس الخليج خلال سنوات وسنوات ماضية. كرة بمحاولة خطيرة، نواف مر بجائزة أفضل حارس مرمى في 5 مرات سابقة في بطولات كأس الخليج. هذه الكرة أبعدها نواف، وبالتالي منع المنتخب اليمني من التسجيل. 5 مرات السعودية حصلت على جائزة أفضل حارس مرمى. تشكيلة سوكو غير موجود في تشكيلة المدرب ميروسلاف سوكو، المدرب المنتخب اليمني في خليج 14، ويعود مرة أخرى الآن إلى في خليج 22، ويعود مرة أخرى الآن في خليج 25. صافرة على دائما المتخصص على تنفيذها مصعب الجوير، أو يتركها إلى من؟ كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء بأقدام أحمد ماهر. انطلاق الآن سعودية هنا في الجهات اليسرى، أمامية ملعوبة، يا سلام يا أبا مسعود، نزلت مستمرة وقائمة. حلوة. تركي العمر هو الطمع في أنه هو اللي، لكن وضعيته جيدة حقيقة. وضعية تركي في اللقطة الماضية كانت جيدة، سدد بالقدم اليمنى، لكن حاليا اللي موجودة مع المنتخبات المشاركة قادرا على تخطي هذا الرقم. كرة محاولة الآن، محاولة المنتخب السعودي، تسديدة، يا سلام، لا زالت مستمرة، فرصة من أجل التسلل موجود، راية والتسلل. هذه الكرة، هذه محاولة رايد والتصدي من سالم الهارش. نعم، التصدي من سالم الهارش، وبعد ذلك جاءت المتابعة، لكن أيضا يبدو نعم لأن هنالك راية موجودة.